كيف استطاع يخدع يعني مسجد كله خلفه، وتعرف المصلين يختلفوا يعني، ويمد كيفاش قدر أصلا يعيش بشخصيتين من النقيض النقيض، شخصية دينية مقدسة وشخصية قائد مجرم سفاح. تخيل معايا إمام جامع عايش في منطقتك بيصلي بالناس الفرد بفرده وبيحفظ الأطفال القرآن، والناس دايما بتشوفه في صورة الصلاح والتقوى والإيمان، ولكن في الآخر يا صديقي تكتشف إن الشخص ده مش شيخ، ده شيطان وساحر ومشعوذ، ومش بس كده، لأ ده كمان سفاح وقاتل بدم بارد. قبل ما نبدأ ما تنساش انك تقدر تساعد اخوك بلايك وشير، وده فعلا بيساعد. ويا سيدي لو مش مشترك في القناة اشترك كده وخش بص على الفيديوهات بصة، وانا اضمن لك انها تعجبك. وما تنساش كده طقوسنا المعتادة، تخش على اوضتك بكوباية القهوة بتاعتك وتطفي نورك، ويلا بينا. قصتنا بتبدأ سنة 2003 في الجزائر، وهي قصة حقيقية وعملت ضجة كبيرة جدا في وقت حدوثها، وكانت على كل ألسنة الناس هناك. بتبدأ القصة بولد صغير عنده 14 سنة في يوم من الأيام بيروح لعسكري من ضمن عساكر الأمن اللي كانوا واقفين في مديرية أمن الجلفة. الولد راح وقال للعسكري اللي قدامه كلام كان صدمة، قال له أبويا خلص على أمي وأخويا ودفنهم في الجراج بتاعنا. العسكري في وقتها اخد الكلام بهزار وضحك كده، قالك اهو عيل صغير وبيقول اي كلام، فاخده وطبطب عليه وقرب منه وقال له وانت تبقى ابن مين يا حبيبي؟ الولد جاوبه بكل تلقائيه وقال له انا ابن بشير امام الجامع اللي موجود هنا. العسكري قال في نفسه لا كمان ده ابن امام جامع؟ لا ده شكل الواد بيهزر وبيقول اي كلام، روح يا ابني وما تضيعش وقتي. الولد الصغير في وقتها رجع على بيته وراح لاخته الكبيره، واللي اتضح ان هي اللي كانت بعتها اصلا. ولما قال لها ان العسكري ما صدقوش راحت هي بنفسها للعسكري وقالت له نفس الكلام اللي الولد قاله بالظبط. العسكري قال لك لا ده شكل الموضوع ده بجد ولا ايه، واخد البنت على طول واخوها ودخلهم للظابط. والظابط لما سمع بنفسه الكلام اللي اتقال قرر انه يفتح تحقيق حالا في القضيه. والقضيه دي تحديدا يا صديقي كانت حديث الراي العام في الجزائر وقتها. ولكن عشان نعرف القصه من اولها خلينا اخدك كده ونرجع بالزمن شويه لورا، وتحديدا يا صديقي سنه 1994 وفي مدينه الجلفه اللي موجوده في الجزائر. وفي يوم من الايام الطبيعيه كان في مجموعه من الاطفال خارجين يلعبوا في الشارع كالعاده، وكان معاهم في اليوم ده اخوهم الصغير واللي اسمه صدام، وكان ايامها عمره 2 سنين. الاطفال كانوا بيلعبوا كوره ومشغولين وكانوا سايبين اخوهم قاعد في جنب لوحده. في اللحظه دي يا صديقي بيظهر شخص جديد في الكادر، شخص كده في الخمسينات لابس جلابيه بيضه وماسك سبحة في ايده. ايوه بالظبط كده، كان امام الجامع الشيخ بشير. الشيخ قرب من الطفل ووقع جنبه وقعد يلعبه، وطبعا يا صديقي محدش كان شاكك فيه ولا مديله اخوانه. قعد يلعب في الطفل شويه وكان معاه حلويات اداله منها، وده طبعا خلى الولد يطمن له جدا. وفي وسط انشغالهم باللعب بشير اخد الطفل ومشي ومحدش خد باله خالص. طب ايه السبب دلوقتي اللي يخلي بشير يخطف طفل زي ده؟ التفسير المنطقي الوحيد يا صديقي انه كان عايز ولد، وده لان بشير اتجوز مرتين وما كانش بيخلف، فاكيد ده السبب المهم اللي يخليه يخطف الولد. المهم لما رجع بشير في اليوم ده بالولد، اول ما مراته زهرة شافته وعرفت هو جاب الولد ازاي دخلت معاه في خناقه كبيره وزعيق. ما هو مش معقول كل واحد عاوز يخلف يروح يخطف عيل من الشارع، بس هو ما اهتمش بكلامها لا وضربها كمان. ومن اليوم ده فضل صدام موجود في بيت بشير. الولد فضل بعدها مده تخطت الشهر وهو بيعيط وبينادى على مامته، وفي خلال الفترة دي بشير كان بيتعامل معاه بمنتهى العنف والضرب والقسوة. ورغم ان اهله كانوا قلبين عليه الدنيا الا ان مفيش حد قدر يعرف مكانه، واستمر الوضع على كده لحد ما فات 3 سنين كمان. كان وقتها صدام عمره حوالي 5 سنين، وكان ممنوع انه يخرج من البيت تماما. صحيح ده بشير غير اسمه وخلى اسمه حميدة، وكان مفهمه ان اللي عايش معاهم بقالهم زمن دول ده كان بيت جدته، وكان قاعد فيه بشكل مؤقت لحد ما اهله يرجعوا من السفر. وعاش صدام يا صديقي في بيت بشير مع ولاد بشير التانيين. ولاد مين؟ استنى، انت مش قلت ان بشير ما كانش بيخلف؟ هقول لك يا صديقي ايوه، بس هو كان عنده ولد وبنت قبل صدام كان اسمهم زينة وعبد القادر، ودول بقى حكايتهم حكاية وكترت الاقاويل عنهم، هل كانوا ولاده ولا مخطوفين برضه؟ بس الاقرب طبعا للحقيقة انهم مخطوفين لانه ما كانش بيخلف، وده يدل على ان بشير مش
مش اول مرة يخطف عيل. بشير كان بيعامل الولد بمنتهى العنف زي ما قلنا، وكان منعه من الخروج من البيت، وفضل الحال كما هو عليه لحد ما تم 6 سنين. ساعتها بشير سابه يخرج من البيت، بس كان مغير له شكله حبتين، كان مطول له شعره وملبسه فستان وحاطط له توك في شعره زي البنات، وده كان شرطه الوحيد انه يخرج من البيت. ده غير انه ما كانش بيخليه يروح المدرسة زيه زي اخواته، هو بس كان بيشتغل معاهم بعد المدرسة. بيشتغلوا ايه بقى؟ بشير كان مشغلهم متسولين، كان بيوديهم منطقة بعيدة عن المنطقة اللي هم عايشين فيها ويخليهم يسرحوا يتسولوا، واللي كان بيرفض منهم كان بيضربه له عظمه. الايام بدأت تعدي وخلاص صدام بدأ يتأقلم مع العيشة بتاعت بشير، حتى لما عبد القادر كان بيضايقه اوقات ويقول له انه مش اخوهم وانه مخطوف ما كانش بيصدقه، لانه ساعتها كان يدوب طفل عمره 6 سنين. وبتمر شهور يا صديقي ولحد ما تحصل حاجة تقلب كل الموازين. في اليوم ده زهرة مرات بشير حملت، وده طبعا خلى بشير متعصب جدا، لان زي ما قلنا بشير ما كانش بيخلف. وطبعا سألها الولد ده يبقى ابن مين واتهمها في شرفها، بس هي قالت له ان الولد ده ابنه. هي اصلا طول عمرها ومن ساعة ما اتجوزته ما بتخرجش من البيت ولا بتشوف حد، ولكنه طبعا ما كانش مصدقها يا صديقي، وما كانش شايف قدامه غير الشر. وده اللي خلاه انه في يوم من الايام وهي واقفة وبتغسل المواعين بيجي من وراها ويروح طعنها في بطنها اكتر من طعنة لحد ما روحها طلعت في ايده، وبدأ يسحبها وجرها لحد الجراج تحت، وهناك حفر حفرة كبيرة في قلب الجراج ودفنها جواها، وغطى الحفرة دي بعدها بلوح خشب كبير عشان محدش ياخد باله. ولكن اللي ما كانش عامل حسابه يا صديقي في وقتها ان في حد تاني كان واقف وشايف هو بيعمل ايه، والحد ده كان عبد القادر. وتاني يوم على طول الاولاد لاحظوا ان امهم مختفيه، ولكن بشير قال لهم ان امهم كانت تعبانه ووداها المستشفى، وقالوا لها انها لازم تسافر بره، وعشان كده هي سافرت تتعالج وهتغيب شويه. وطبعا كدبه عبيطه قوي وما دخلتش حتى على العيال الصغيره، وخصوصا عبد القادر اللي كان عارف كويس قوي زهرة راحت فين. بس الاتنين التانيين زينة وحميدة كانوا كل يوم بيسألوا عنها، بس بشير برضو كان بيعاقبهم على سؤالهم ده، والعقاب كان صعب جدا لدرجة انهم بطلوا يسألوا اصلا عن الموضوع ده. ولكن عبد القادر كان ساكت جدا وكان مبين لبشير انه مصدق كل كلامه. ولكن مع الوقت عبد القادر حس بالذنب قوي من سكوته ده، فقرر في وقتها انه يحكي لحميدة. بس حميدة اللي كان طفل في وقتها يدوب 7 سنين قعد يعيط في وقتها وقال له انت بتكذب عليا، ماما سافرت وهترجع تاني. وفاتت السنين بعدها صديقي والاولاد كبروا اكتر، ولما عبد القادر تم سن 20 راح لبشير وقال له ان حميدة وزينة ما يشتغلوش في تسول تاني، وفي المقابل هو هينزل ويشتغل ويعوضوا عنهم. ولكن طبعا الكلام ده ما دخلش دماغ بشير ويخليه يغضب منه ويشتمه ويضربه كمان. وفي بداية ما بيرفع ايده عليه الولد قال له انا عارف عنك كل حاجة وهبلغ عنك. بشير رد في توتر كده وقال له وانت قصدك ايه يعني؟ قال له انا عارف انك خلصت على زهرة وشفتك وانت بتخلص عليها وبتدفنها في الجراج، وعارف كمان ان حميدة مخطوف من اهله من زمان، فيا اما تسمع كلامي يا اما هبلغ عنك الشرطة. وهنا بقى بشير قرر انه ياخد الولد على قد عقله ويسايسه، وده طبعا لحد ما يشوف هو هيتصرف معاه ازاي. ولحد ما جات لبشير فكرة جهنمية، والفكرة دي كانت انه هيسفره ويشتغل في فرنسا. والخبر ده فرح عبد القادر جدا، ولكن كان في شرط واحد، والشرط انه كان يفضل في البيت وما يخرجش منه ابدا لحد ما يخلص له الورق. وطبعا عبد القادر وافق وقعد في البيت. وكده يا معلم الناس ما بقتش تشوفه، وبشير قال للناس انه راح يشتغل بره. فات اسبوع في التاني وشهر في التاني ومفيش اي حاجه بتتغير. وهنا عبد القادر بدأ يتضايق وحس ان بشير بيشتغل، وده اللي خلاه يتخانق معاه خناقه كبيره قوي. تاني يوم بشير ادى فلوس لزينة وحميدة وقال لهم اطلعوا واشتروا اللي انتوا عايزينه. وفي الوقت اللي هم فيه بره دخل بشير على عبد القادر في اوضته، اتسحب ودخل من وراه وهوب مسك ماسوره وقام خبطه على دماغه، خبطه في التانية في التالتة لحد ما عظم دماغه وخلص عليه. وبعدها سحبوا ودفنوا في نفس المكان اللي اتدفنت فيه زهرة. ولما رجع زينة وحميدة على البيت
كان بشير متوتر وهدومه متطربة وشكله غريب، ولما سألوا عن عبد القادر فين قال لهم ان امهم جت واخدت بشير وسافرت على طول تاني، وادالهم ورقة في وقتها هو اللي كان كاتبها على اساس انها من امهم. وطبعا الكلام العبيط ده ما دخلش على العيال خالص، واللي زاد الطينة بلة انهم وهم رايحين على اوضتهم شافوا دم على الارض، ولما سألوا بشير عن الدم ده قال لهم ان دي دم فرخة كنت عاملها لامكم. وبعدها على طول لقوا هدوم عبد القادر على السطح وكانت برضه مليانة دم، ولما سألوا بشير عن هدوم عبد القادر دي قال لهم انه كان بيساعده في الفرخة وهدومه اتوسخت فسابها ونزل. طبعا الكلام ما كانش منطقي ولا مقنع خالص، والولاد حسوا ان في حاجة غلط بتحصل، وده اللي خلاهم يراقبوا بشير كل يوم. وساعتها شافوا ان في ناس كتيرة بتجيله بالليل، رجالة وستات، وهو كان بيديلهم حاجات شكلها غريب، والحاجات دي زي ورق المثلث كده. ده غير انه كان دايما بيقرا في كتب شكلها غريب. هم طبعا عارفين القرآن كويس والكتب دي ملهاش علاقة بيه، كانت كتب غريبة وفيها اشكال وكلام غريب، ولكن ما قدروش يعرفوا في وقتها هي دي كتب ايه بالظبط. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان الكتب دي كتب سحر واعمال، وان الحاجات اللي بيديها للناس دي عبارة عن سحر سفلي واعمال، يعني مش بيخطف اطفال وقتل قتلة، لا ده كمان ساحر ومشعوذ. المهم ان شافوه في يوم من الايام وهو قاعد بالليل بعد ما المفروض يعني انهم ناموا، كان قاعد في وقتها بيكتب رسالة وقام رميها قدام الباب وكأنها مبعوثة ليهم من امهم. وتاني يوم حميدة قرأ الرسالة وعرف انها مبعوثة من امهم، وساعتها حميدة افتكر كلام عبد القادر لما قال له ان بشير هو اللي خلص على امهم ودفنها في الجراج. ولما نزل حميدة الجراج شاف لوح الخشب وبدأ يشيله، واول ما عمل كده شم ريحة قدامه في منتهى البشاعة، وشاف في الحفرة دي بقايا عبد القادر وزهرة. وساعتها حكى لاخته اللي شافه وقرروا انهم هما الاتنين لازم يبلغوا الشرطة. وحصل يا صديقي اللي انا قلته لك في اول الفيديو. الضابط اول ما سمع الحكاية اهتم بها جدا وقام فاتح التحقيق، ولما راحوا البيت عشان يفتشوا بشير قابلهم بغضب وكان رافض اللي هما بيعملوه، ولكن كان في وقتها معاهم اذن من النيابة وفتشوا البيت حتة حتة وركن ركن، ولقوا فعلا في البدروم، وليلتها اتقبض على بشير. واهل المنطقه اول ما عرفوا باللي حصل قرروا انهم يعملوا عزا لعبد القادر وزهره. وتصادف الصدف يا مؤمن ان العزا ده يحضروا حد من اخوات صدام الاصليين، واول ما شافوا صدام اتعرفوا عليه من الشبه الكبير اللي بينهم، وراح بسرعه وقال لاهله هجوم فعلا وتعرفوا على صدام. ولما عملوا تحليل الدي ان ايه اتاكدوا ان ده ابنهم صدام اللي مختفي بقاله 12 سنه، وبعد كل السنين دي رجع صدام لبيته اخيرا. اما بشير فاتحكم عليه بالاعدام ولكنه ما تنفذش لانه مات بسكتة قلبية قبل تنفيذ الحكم بيوم واحد. وبس كده يا صديقي، بكده تكون انتهت قصتنا النهارده. القصه اللي انا عارف ان فيها شويه حاجات غريبه واسئله بتشغل دماغك، زي هل زينة وعبد القادر هم مخطوفين ولا هم ولاده بجد؟ وليه اصلا مراته كانت عايشه معاه كل السنين دي من غير ما تبلغ عنه؟ بس الحقيقه يا صديقي انا ما عنديش اي اجابات للاسئله دي، ومستني رايكم انتوا في التعليقات. وش النتيجه؟ النتيجه مات في السجن وقد امرأة حامل. عبد القادر كان في عمره 15 سنة 18 سنة وترك خلفه مشاكل لا تحصى، وأنتم أولاده يعني لا أحد يترحم عليه الآن. ما تنساش كده يا صديقي لو عجبتك الحلقة تروق على اخوك كده بلايك للحلقة وشير وتعمل اشتراك في القناة لو لسه ما عملتش، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من برنامج النباش. اشوفوا الشوك على خير.